عايزه ابتدي اسالك بقى اول حاجه على الموضوع الترندنج اللي كنا لسه بنتكلم عليه، وهو البي سي او اس او تكيسات المبايض. امتى اعرف ان انا عندي بي سي او اس، وامتى اتجه لدكتور واعمل فحوصات وتحاليل؟ تمام. هو الحقيقه فعلا الموضوع بقى ترند جدا وشائع اكتر من الناس متخيله. انه في دراسات بتقول انه في الميدل ايست تقريبا 1 لكل 5 سيدات او بنات اللي هم في سن المراهقه او بعد البلوغ عندهم بي سي او اس، وواحد من كل 3 سيدات في عيادات تاخر الحمل بيبقى عندهم برضو بي سي او اس، او سبب تاخر الحمل هو البي سي او اس. امتى بقى امتى اشك لو ان في بي سي او اس او لا؟ انه البنت تبقى الدوره بتاعتها كانت مثلا بتتاخر اكتر من شهرين او اكتر من 3، لو عندها شعر زايد او شعر اللي هو كثيف وغامق في حتت مش معتاد ان هو يطلع فيها، زي مثلا الدقن او حوالين السره او حوالين الثدي، المناطق اللي هي مش معتاد فيها للسيدات ان يبقى فيها شعر زايد. عندنا طبعا تاخر الانجاب او تاخر الحمل في السيدات، في برضو مرتبط بنوع من انواع السمنه، بس هو مش بيزود الوزن يعني. دي بس هو دايما بيكون مصاحب بانسولين ريزيستنس او مقاومه انسولين، صح؟ هو البي سي او اس في منه انواع متعدده، اشهر واحد او اكتر واحد يعني اكتر واحد شيوعا، اللي جاي كنت عايزه اسالك السؤال ده فعلا. اكتر واحد شيوعا هو اللي مرتبط بمقاومه الانسولين. يعني التكيسات فيها انواع مختلفه بالزبط. والنوع بيتحدد عليه العلاج واسلوب الحياه، صح بالظبط كده؟ كده. طب اشرحي لنا اكتر يا دكتور الموضوع. طيب يعني احنا دلوقتي لو هنتكلم على انواع التكيسات هم 4 انواع تقريبا. اكتر نوع زي ما قلت لك اللي هو الاكثر شيوعا هو المرتبط بمقاومه الانسولين، ده بيبقى معاه زياده في الوزن جامده جدا، وكل ما زاد الوزن زاد الانسولين في الجسم وزادت المقاومه ليه، فيبتدي برضو التكيسات تبقى اقوى وتبقى يعني مور سيفير، لان في بنات ممكن يبقى عندهم تكيسات ومش عندهم اعراض خالص وما عندهمش مشاكل. اوكي. طيب الحاجه الثانيه او النوع الثاني عندنا نوع اللي هو من الغده الكظريه، اللي هو بيبقى فيه هرمون الذكوره عالي شويه. وفي نوع ثالث اللي هو لو حد مثلا او سيده كانت بتاخد حبوب منع الحمل ووقفتها فجأة، ودي بيحصل فيها لخبطة، ويجولي دي ما بتحتاجش مننا تدخل أو أي حاجة، يعني بتريزولف مع نفسها لوحدها. والرابع اللي هو من الغدة النخامية، وده بيبقى فيه هرمون اللي هو ال LH بيبقى عندنا عالي جدا، وده ساعات بيبقى بيحتاج مننا ان احنا نتدخل بأدوية. اوكي.